النهارده الأحد الموافق 24/5 24 مايو 2026 ومعانا أخبار جديدة عن النادي الأهلي. نقول بقى إيه، نخش في التفاصيل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اشترك بقى في القناة وفعل زر الجرس بقى أنت على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب يعني. بلاش شتيمة يا زملكاوي، بلاش شتيمة، وهقعد أقول لك كل مرة بتشتمني برضه، ربنا يهديك يا عم ويهديني. طيب، أول حاجة اعتذار وائل جمعة عن منصب مدير كرة القدم بالنادي الأهلي. المشكلة اللي ما فيش خلافات ولا أي حاجة ما بين إدارة النادي الأهلي ووائل جمعة. لا، هو الفكرة العامة إن وائل جمعة بيمر بظروف صعبة جدا. ابنه يعني مصاب بمرض مش حلو خالص. فهو اعتذر لسيد عبد الحفيظ بسبب الموضوع دوت، فندى كده لوائل جمعة في الأيام المفترجة ديت، واللي في العمر اللي بيعمل حج يعني وكده يعني، يعني بيصلي في قيام الليل في وقت السحور وبيقرأ قرآن كتير، علاقته بربنا حلوة. ادعي لابن وائل جمعة، ووائل جمعة إن شاء الله اللي ابنه يقوم بالسلامة وربنا يشفيه ويعافيه زي ما شفى سيدنا أيوب من مرضه. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فربنا شفاه وعافى سيدنا أيوب، فربنا يشفي ابن وائل جمعة زي ما شفى سيدنا أيوب، آمين يا رب العالمين. وهفكرك برضو بالآيات اللي ربنا ذكرها يعني على سيدنا أيوب يعني. لما سيدنا أيوب طلب من ربنا اللي هو يشفيه فربنا شفاه. آيتين في سورة الأنبياء، وبرضو يعني يعتبر مثلا إيه 4 آيات من سورة الصاد. فسورة الأنبياء بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. وخلي بالك برضو سورة الأنبياء دي باسمها سورة الاستجابة، لأن فيها دعوات كتير من الأنبياء كتير يعني. فاقرأها كتير يعني سورة الأنبياء، لو عايز دعوة تستجاب اقرأ سورة الأنبياء يعني، ودعي ربنا بعدها يعني. السورة الثانية سورة صاد، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربنا رد عليه قال له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لك وهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة من عنا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ماشي طبعا. الآية رقم 44 وخذ بيدك ضغطا ده فاضرب بيه، يعني حاجة عاملة زي الهش يعني مش خشب تقيل، عشان كان إيه سيدنا أيوب كان واعد مراته اللي هو هيجلدها هيعذبها، عشان كانت إيه أعترضت شوية عن إيه عن الوضع اللي هم فيه يعني، فهمت قصدي؟ فربنا عشان هو حنين ورحمته واسعة فقال له إيه، عشان كان حلف سيدنا أيوب فقال له لا خد بيدك ضغطا، حاجة خفيفة كده، حاجة هش كده، اضرب حاجة بسيطة يعني، فاهم أنت؟ فالناس اللي بتضرب مراتها بالقلم جامد والحاجات دي في الوش حاجات ده حرام يا جدع، حرام حرام، اتقوا الله اتقوا الله، هتخشوا النار. ما علينا، اقرا قران وافهم قران، والقران حلو قوي قوي يعني، ماشي. فربنا يا رب يشفي ايه, ابن وائل جمعه زي ما شاف سيدنا ايوب، امين رب العالمين. وفي الاخر خلاص ربنا قال ايه انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. يعني بيطلب من ربنا كتير وبيذكر ربنا وصابر يا رب. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء كان بيقول لك يعني عن الرسل والحاجات دي كلها، عن كلها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فاعمل خير كتير يعني، ماشي. فبلاش شتيمة يا زملكاوي، بلاش شتيمة، اتقي الله. طيب، دي كان أول خبر معانا، نخش بقى على الخبر اللي بعديه. أنا كنت اتكلمت لك في فيديو قبل كده عن صفقة الجزائري محمد أمين رمضاوي. هو كان بيلعب في فريق برادو الجزائري، وعنده 20 سنة، والنادي الأهلي عايزه كده يعني. بس هو مش عايزه يبقى المهاجم الأساسي في النادي الأهلي، فالنادي الأهلي هيستغل ثغرة حلوة في القانون عشان يأيده تحت السن لو جابه. فهمت قصدي؟ هوضح لك كل حاجة بالتفصيل، ماشي. قال لك اتحاد الكرة في اللائحة الجديدة سمح للأندية إنها تأيد لاعبين أجانب في فريق الشباب مواليد 2003
واللاعبين دول يشاركوا مع الفريق الاول عادي كلاعبين تحت السن، من غير ما ياخدوا مكان مع الاجانب اللي هم الخمسه الاجانب الكبار فوق السن بتوع الفريق الاول. ماشي. ف محمد امين رمضان اللاعب الجزائري مواليد 2005، يعني عنده حوالي 21 سنه. فالاهلي لو خلص فيه قانونيا هينفع يأيده في فريق الشباب اللي هو تحت 23 سنه، ويصعده يلعب مع الفريق الاول في الدوري وافريقيا عادي جدا كانه لاعب محلي في القائمه الاساسيه. ماشي. طب النادي الاهلي خلص في اللعب ده؟ لا، لسه النادي الاهلي ما خلصش فيه، لسه بيشوف ولسه بيتناقشوا في الموضوع يعني. ماشي. طيب، عايز اقول لك على حاجه. لو النادي الاهلي جاب اللاعب ده وعمل معاه عقد مثلا يعني 3 سنين، فهمت قصدي؟ آه، هل مثلا هو ده يعني، هل مثلا لو بعد كده جدد له او حاجه زي كده، لاعب متطلب الحاجات دي كلها، لو بقى عنده مثلا مع النادي الاهلي بقى عملاق مثلا زي علي معلول او فهمت قصدي او غيرهم يعني، فهل اللاعب ده مثلا او مثلا فيلافيو وجilberto العالم ديت يعني، وحابب مثلا يجدد له تاني ويزود ويمد في عقده وحاجات دي كلها، فهل اللاعب ده اول ما كان جاي تحت السن، فهل هيتأيد بعد كده تحت السن؟ لا طبعا. اول ما اللاعب بيوصل لسن 24 سنه ماشي بيتأيد فوق السن خلاص. الدنيا بتتغير و كل حاجه بتتغير يعني. فهمت قصدي؟ بيقول لك اهو: مع بدايه كل موسم اتحاد الكره بيشوف تاريخ ميلاد اللاعب، طول ما هو تحت ال 23 سنه السيستم بيوافق بيأيده. ماشي. تحت السن في إقامة الشباب، أول ما السن بيعدي 23 سنة يعني بيدخل على 24 سنة، السيستم على الكمبيوتر في اتحاد الكرة هيقفل أحمر ويقول للأهلي ستوب، اللاعب ده كبر ومبقاش ينفع يتسجل في دوري الشباب. ماشي. ده ملخص الكلام. أنا بس طبعا في ناس فاهمة، الناس اللي عندها 40 سنة و30 سنة و20 سنة، وفي ناس كبيرة فاهمة والحاجات دي كلها 50 سنة طبعا يعني. أبويا فاهم الحاجات دي كلها، أبويا قاعد ورايا وبصراحة. ماشي أهو. اه والله العظيم الصراحة. فهمت قصدي؟ فهو فاهمين الحاجات دي كلها. بس انا بتكلم في طبعا في ناس يعني لسه ناس عندها مثل، في ناس مش فاهمه يعني. فهمت قصدي يعني؟ فانا بوضح اكتر يعني. فهمت الكلام. نيجي بقى لخبر تاني وخبر رخم قوي لمدرب بيض، ينعل ابو ام البيضان يا جدع، ينعل ابو ام الشيطان يا جدع. ده انت مدرب هلا سعيل هلا، مدرب سعيل هلا يستر بينا على ابو ام الشيطان يا جدع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده انت خانقنا وانت موجود وانت ما انتش موجود، وانت بتمشي وانت ما انتش بتمشي. بقول لك آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. مش فاكر التالتة كانت إيه. سالت ابويا قعد يفكر معايا برضه، جالي ايرور في دماغه مش فاكر برضه، قال لي مش فاكر التالتة. دخلت سالت جوجل قال لي اذا حدث كذب، قال لك هو تفاصيل خاص خصال اتفاق يعني ايه المرافق الثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. فهمت قصدي؟ يعني ايه اذا حدث كذب؟ يتكلم بالباطل ولا يتحرى الصدق في اخباره. كلامه انا ماشي، ويقعد يتكلم يطلع اشاعات وحاجات كده. الله يهديهم. زي بعض الزملكاويه، ما بعممش يعني، في زملكاويه كده زي قناه زي الجاليري وكده ومها صبري ونيره الاحمر وفرح. الله يهديكم الله يهديكم. فهمت؟ واذا وعد اخلف يقعد وعود للناس وهو ينوي في نفسه عدم الوفاء بها. وإذا اؤتمن خان يضيع الأمانات التي يؤتمن عليها، سواء كانت أموالا أو أسرارا أو حقوقا. أقول لك على سر تفضح أمي، يا ريتني ما قلتك وأنا بقول ليه أساسا. فمدرب منافق، مدرب منافق. الله يهديكم الله يهديكم. المهم، قال لك يعني جبهة يستروب، قال لك ذكاء المحامين ومصادة الإيميلز. قال لك المدرب وجهازه الفني مش شغالين في الملعب بس، دول شغالين مع المحامين بتوعهم بره الملعب، وعاملين حصار قانوني لإدارة الأهلي. إثبات الحضور اليومي لغاية النهاردة المدير الفني بيحرص هو وجهازه المعاون على إرسال إيميلات رسمية يومية وموثقة قبل وبعد كل تمرين للجنة التخطيط والإدارة التنفيذية. الإيميل ده بيبقى فيه تقرير التدريب وميعاد الحضور وخطط الماتشات اللي جايه، وانا عايز امشي مين وعايز اقعد مين وعايز الصفقات اللي انا عايز اجيبها والهري ده كله. عايش في السلام ولا عايز تروب ده. ماشي. السبب القانوني ابن المعتوهه، الله يهديه الله يسامحني الله يسامحني، تديني اسلوب على الفاضي يا استروب. ماشي. خلينا نخرج من في كاس مصر من
ويا ابني الله يهديك يا جدع، الله يهديك. يقول لك كانوا نازلين ملعب بيفكروا ان هم بيلعبوا في كاس العاصمه. ما ده قله ادب من المدرب، ما هو المدرب عايش في السلاولح. ماشي. قال لك السبب القانوني، تروب عاوز يثبت بالورقه والقلم امام الفيفا لو الامور وصلت لشكوى، انه يعني هو ملتزم بعقده لاخر ثانيه وما قصرش، عشان الاهلي لو اعلن فجاه من طرف واحد منعه من دخول النادي او تعيين مدرب تاني قبل 30 يونيو يعتبر فسخ عقدي تعسفي. فالنادي الاهلي هو اللي فسخ العقد يعني. ويقدر تروب يطالب بالشرط الجزائي كامل مع تعويضات ضخمه. طب تحلم يا تروب، امين يا رب العالمين. طب بقيت ان اداره النادي الاهلي بتعمل ايه؟ قرار نهائي وبدء تجميد الصلاحيات. اداره الاهلي من ناحيتها يعني قافله الباب تماما لغايه النهارده، ومفيش اي خط رجعه. يعني مفيش خط رجعه، يعني احنا مش عايزينك، يعني احنا قاعدين نرمي وراك 100 قله ايه سترو. قال لك تثبيت موعد 30 يونيو، يعني ايه؟ الاداره بلغت الشؤون القانونيه بالنادي ان يوم 30 يونيو الجاري هو اخر يوم رسمي للمدرب، هيتم تسليمه كل مستحقاته لغايه اليوم ده بالبليم عشان تقطع عليه طريق اي شكوى. وقال لك سحب ملف الصفقات، الاداره لغايه النهارده منعت يستروب تماما من التدخل في ملف الصفقات الصيف. وقال لك وبقت لجنه التخطيط هي اللي تتحرك لوحدها مع كشافين النادي، لان الاداره شايفه ان مدرب راحل ومش من حقه يختار لعيبه لمستقبل الفريق وهو مش موجود. فهمت انت حاجه؟ بس ف يعني ان شاء الله انا نفسي لما اعرف ان انت مشيت من النادي الاهلي والنادي الاهلي حل الموضوع واخدت بس الايه الثلاث شهور اللي احنا متفقين عليهم باين وشهر زياده، يعني هرمي عليك 100 قله ان شاء الله. هي قله واحده كفايه، 100 قله ليه؟ وانا اكلف نفسي ليه؟ انا لا اكل ب 100 قله بالشيء وشويات. لكن ده كتير قوي. القله بكام النهارده؟ العصر بيدا. تقوم تصلي ان شاء الله، لو ما تصليش عشان الصلاه دي اللي هتدخلك الجنه. صلى الله يهديك، صلى ان قبل ان يصلى عليك، واهدى كده مش لازم تاخدها يعني. اهدى كده، مش قادر تصلي اصلي وانت قاعد، صلي وانت واقف يعني. واحده واحده على ربنا، ربنا يهديك للصلاه. سيدنا ابراهيم كان بيقول آه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فده يعني كان بيدعي ايه؟ رب اجعلني، شوف سيدنا ابراهيم كان بيقول ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالله اكبر الله اعظم. فلو انت ما بتصليش صلي كده، ولو انت مش عارف تصلي او انت ما انتش قادر تصلي، متضايق، مش عارف، مخنوق، مش عارف ايه، الشيطان مش سايبك، ايه ده؟ ربنا يهديك للصلاه، وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. هتلاقي ربنا بيتقبل منك الدعاء ان شاء الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. طيب، بعد ما العصر ادن وذكرنا ربنا، وان شاء الله نقوم نصلي بعد ما نخلص الفيديو. طيب الاهلي طبعا مصطفى شوبير جاي له عروض من اسبانيا، وده يعني هيبقى حاجه اكيده بعد كاس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. ماشي. طبعا منتخب مصر هيلعب يوم الخميس مع روسيا الساعه 9 مساء بتوقيت مصر على قناه اورو سبورت واحد، و هتبقى على استاد القاهره الدولي. ماشي. طيب، قال لك من هو البديل لو مصطفى شوبير مشى؟ هل طبعا محمد الشناوي يبقى كبر في السن خلاص بقى، ومش هيبقى الاعتماد عليه قوي يعني. فهمت قصدي؟ فالنادي الاهلي بيشوف يعني برضه يبقى لو حتى مثلا معاك حمزه علاء، مثلا معاك حد تاني، فالنادي الاهلي بيركز على حارس البونه محمد علاء. ماشي. ويعني بنسبه كبيره النادي الاهلي ايه يعني هيضموا مع اللعيبه يعني ان شاء الله في موسم الانتقالات الصيفيه. ماشي. قال لك وياتي اهتمام النادي الاهلي بحسم صفقه محمد علاء كخطوه استباقيه للحفاظ على استقرار ومستقبل حراسه المرمى الفريق، وتجنب الدخول في مأزق عددي او فني بالخط الخلفي في حال تفعيل تلك العروض الخارجيه، خاصه مع رغبه النادي في مواصله الهيمنه على البطولات المحليه والقاريه. ماشي. وقال لك ايه عشان بس مصطفى شوبير برضه النادي الاهلي مش هيقف في وشه، وقال لك ايه مش هيمنعه من الاحتراف، اللي هو عايز يروح ايه اسبانيا او اي حد نادي ايه عايزه في اسبانيا، زي ما عمل مع حمزه عبد الكريم وغيرهم يعني. ماشي. ماشي. فكل التوفيق لمصطفى شوبير
واحنا نبقى يا رب يكون يعني يتألق ويبقى في ريال مدريد وبرشلونة وتيبو كورتو واخوان جارسيا والحلم الحلوه ديت يعني. بس طبعا يعني تيبو كورتو والله الله يهديه، بيدعم اللي ما يتسموش. الله يهديك يا تيبو كورتو، ناقصين خرع على المثال. انا عارف يعني اقول لك ايه. مشوا كيلو نفاس من ريال مدريد عشان تيبو كورتو. تيبو كورتو ايه؟ كيلو النفاس ما كانش بيدعم الصهاينه. والله قعد 5 سنين كانوا حلويات وقطايف وكانوا بيصدوا مش عارف ايه بطولات وحلويات. يعني جاب بريز وراح مهيس الدنيا وراح مقلب تيبو كورتو احسن وعطل له مسيرته برضه والهري ده كله. كان قبليه كاسياس وكان برضه حارس عملاق برضه. في ناس ايه، هو في مشاكل دلوقتي ما بين يقول لك لا كاسياس حارس كويس، لا اصل تيبو كورتو احسن، لا نفاس احسن. فاهم انت قصدي؟ الدنيا ملخبطه خالص يعني. طب انت انا عندي يا عم مش مصطفى شوبير احسن منهم. الخبر بعد كده معانا عن عن الدوري المصري. بعد كده اخش لك على المنتخب. زلزال الدوري وصدمة هبوط الاسماعيلي. ولا صدمة ولا حاجة، ده المتوقع. مش حتى ايديك في ايد الزمالك، لازم يهبط عقبال الزمالك يا رب. تشتمني في التعليقات برضه يا زملكاوي يا ابني، الشتيمة حرام يا ابني، هتخش النار. طيب قال لك طبعا تم اعلان على 4 فرق رسميا للهبوط للدرجة الثانية. قال لك الاسماعيلي وكهرباء الاسماعيليه وحرس الحدود وفاركو. وطبعا يعني نجاة الاتحاد السكندري. الراجل اللي بيقعد يقول لي ايه والله العظيم، بيقولوا كده حاجات على التيك توك. الراجل بيقعد يشجع كده الاتحاد السكندري، بيقعد يقول لي حاجات حلوه والله العظيم. والله يا عم بيقول لي حاجات حلوه، بقعد اضحك عليه وبقعد بعمل لها بتاع في المفضله. والله العظيم راجل عسل قوي. قال لك نادي الاتحاد في المقابل نادي الاتحاد السكندري عمل ريمونتادا ونجا من المقصله دي. بعد ايه كلمه ايه يعني ايه المقصله؟ ايه معنى كلمه المقصله دي؟ بعد ما كسب الاسماعيلي في الماتش الاخير وضمن بقاء زعيم الثغره في الممتاز. ماشي، ايه كلمه؟ انا عايز افهم يعني ايه كلمه المقصله دي. قال لك نجات من المقصله دي، قال لك نجات من المذبحه دي. طب ما تقول مذبحه وخلاص. هو لازم لغه عربيه يعني متعمقه قوي؟ شايف ده يعني نابغه في اللغه العربيه. والله العظيم ده احنا عارفين اسمنا بالعافيه يا عم. ايه الكلام ده انتوا عليكم حاجات يا بتوع المواقع. والله العظيم يا جدع، طلعتوا بايتين ابونا الله يهديكم. طيب كل التوفيق للاسماعيلي وش يعني لا تتمنى الشماتة لحد، بحس حاجه من جوايا شمتانين يعني بصراحه الاسماعيلي شمتانين. والله العظيم الله يهديكم. والله العظيم ما حدش يزعل مني بقى. المهم، بس والله العظيم يا ابني، ايام ايام مباريات الاسماعيلي ديت ايام مالو الجوزيه بقى. وكان قبل مالو الجوزيه كان في مدرب اسمه سوبل. والله انا كان عندي كام سنه يعني، كنت صغير قوي يعني. انا بتفرج على الاهلي وانا عندي 3 سنين. كنت مع ابويا بس كنت بطيخه يعني حمار يعني، فرحان بقى الاهلي بيجيب جول والحاجات دي كلها. فالمهم ايه، كانت سوبل ده كان قاعد كده سنتين كده. وكنا لعبنا الاسماعيلي. فاكر مباراه وانا صغير كانت سنه 2000 1999 حاجه زي كده. كانت المباراه ديت كانت فضيحه والله العظيم. كانت 3-0 للاسماعيلي. كان الواد اوتاك، فاكر انت الواد اوتاك كان عدى كده من الواد اصفراني كده، عدى من 2 من مدافعين النادي الاهلي. وكان حسام الحضري كان لسه بشنبه. والله حسام الحضري كان لسه بشنبه. والمهم ايه، دخل في 3 اجوان كانت مليطه. وبعد كده جبنا ضربة جزاء إبراهيم سعيد. وجبنا ضربة جزاء تاني من كان كان حد شاطها باين مش فاكر مين. كان برضه ضربة جزاء كان جايبها محمد فاروق. كان محمد فاروق جاب جون بالدماغ. كانت المباراة خلصت 3-3 يعني. كانت 3-3 في الآخر خالص. كان جاي شوط كده جون كان جاي فاول للإسماعيلي فشاطه. وربك أنا عمري ما أنسى اليوم ده لحد دلوقتي، فاكر الموضوع ده. فالمهم اتلعبت. فايه لما الكوره اتلعبت مدافع النادي الاهلي مش متذكر مين، مش الدرجه دي يعني. فراح عاملها ازاي، عاملها كده اهو كده اهو. فاهم انت؟ بيعملها كده اهو بدل مثلا ما يشلطها تراك. فاهم انت؟ لا بيعملها كده اهو. فهو بيصلحها بتاع الاسماعيلي شاطها فدخل الجون في عصام الحضري. عصام الحضري كان متسمر واقف في جون متسمر. فاهم انت قصدي؟ متسمر. عصام الحضري حتى اتريق على اللعيب ده، مش فاكر مين والله ما انا فاكر مين. مش فاكر المدافع ده كان مين، مش فاكر يعني. فاهم انت؟ خلي بالك كان ساعتها خالد بيبو. خلي بالك كان ساعتها خالد بيبو كان بيلعب في الاسماعيلي. اه والله العظيم خالد بيبو كان بيلعب في الاسماعيلي ساعتها.
والله العظيم. وبعد كده جه النادي الاهلي يعني. الفتره دي كان فيها احمد كشري، فاكر انت احمد كشري؟ جايب حاجه و60 جون باين في النادي الاهلي، مع النادي الاهلي يعني. كانش بيلعب كده، كان في ايام محمد فاروق، فاكر انت محمد فاروق؟ ياه ده كان جيل يا اتسبل ده. وكان بيشد مع الجماهير، وكان ما بيعجبوش برضه الجماهير، وكانت الجماهير برضه مخالفه معاه والحاجات دي كلها. وهو قال لك في فتره من الفترات، قال لك كان جايب في حوار وقال لك قال لك النادي الاهلي، النادي الاسماعيلي ما بيحبش جمهور النادي الاهلي، ما بيحبش النادي الاسماعيلي، ما بيحبش الاهلي خالص. هو قال لك كده. ما اعرفش ايه الوجه، ايه المشاكل دي، او ايه كومه الكوره ده من الاسماعيلي. الزملكاويه هم الزملكاويه دخلوا في الموضوع. الله يهدي الزملكاويه والله العظيم. الله يهديهم يعني. فهمت قصدي بس. فانا بفكرك بعض المباريات ما بين برضه محسن صلاح. فاكر انت لما محسن صلاح كان برضه بيلاعب مالو الجوزيه، ومباريات 4-4 وحلوات وقطايف، يا كانت مباراه عالميه، مع اننا احنا اتظلمنا في المباراه دي. المباراه دي المفروض تخلص لينا احنا والله العظيم، المكسب لينا والله العظيم. خلصت 4-4. ولما كسبناهم فاكر انت لما كسبناهم 6-0 كسبنا الاسماعيلي، كان بس كان نهايتهم كانت 6-1، تبقى ذكريات مؤلمه وموجعه الزملكاويه. يلا بس ايام بقى، واحد كان والله لسه صغير، والله كويس لسه فاكر حاجات زي ديت يعني. طيب اخر خبر معانا، بعد ما اتكلمنا شويه عن الاسماعيلي وافتكرنا بعض الذكريات اللي يعني كانت، يعني انت عارف انت مواجهات الاسماعيلي والاهلي بتبقى مواجهات صعبه جدا اساسا. كان بقى فيها تعادلات كتير، كان في بيبقى ساعات الزمالك الاسماعيلي بيكسب، ساعات الاهلي بيكسب. كانت بتبقى مباريات حلوه بصراحه يعني. كنت بحب انا يعني، كنت بحب والله العظيم. طبعا الزمالك والاهلي لها وضع تاني، لكن الاسماعيلي برضه والاهلي كان لها وضع تاني خالص. يا خلي بالك الاسماعيلي والاهلي كانت المباراه بتبقى اقوى بكتير خالص من الاهلي والزمالك. ورب بتبقى مباراه معصبه وحاجه يعني، بتبقى انت قاعد على اعصابك بقى غير انت الزمالك تبقى تلعب، انت الزمالك الاهلي بيلعب الزمالك تبقى عارف ان الاهلي هيكسب، فاهم انت؟ ولما الاقي الزمالك بيكسب ازاي يعني؟ في حاجه غلط. لكن الاسماعيلي والاهلي لا، تبقى مباراه، لا كان زمان حاجه صليبيحيه. ايه يا عم في ايه؟ ده مباراه يعني. فاهم انت قصدي؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه برضو. يعني احنا بقالنا 22 سنه لعبنا الزمالك بقينا 67 مباراه. بقالنا 22 سنه الزمالك كسب سبعه بس. لا شايف انت كسب بسبعه 37 مره، متعدين الباقي. ما ولسه عاطينهم اليومين اللي فاتوا 3-0 يعني، وقبلها 2-1 وقبلها 2-0 يعني. ده الزمالك يعني، الزمالك يعني هو بيخاف من اي حاجه حمراء، حتى بينزل يغير التيشيرت قدامنا. مره يلبس اخضر، مره يلبس بقى، مره يلبس اسود، مره جاي يلبس احمر الله العظيم. طيب كواليس منشطات المنتخب الوطني. قال لك يعني جت كده لجنه منشطات التابعه للاتحاد الدولي فيفا على معسكر منتخب مصر. واللجنه جت كده من غير ميعاد او تنسيق مسبق، وطلبت يعني يعني اللاعبين يعني تعمل ايه بتاع تحليل منشطات. وده اجراء روتيني صارم بيعمله الفيفا فجاه قبل الماتشات الرسميه الكبيره عشان يضمنوا نظافه البطوله. انا قلت لك على كل الاخبار، فيا ريت يا زملكاوي ما تشتمنيش في التعليقات. يعني قول معروف خير من صدقه يتبعه اذى. حفل عليا زي ما بحفل عليك بس، لكن تشتمني في التعليقات انت كده شخصيتك ضعيفه. شفت بشتمك في التعليقات؟ واحد بيقول لي عشان بتكلم في الزمالك قال لي ايه نهق يا حمار. قلت له طب اقف في المرايه وقولها اقف في المرايه وقولها، قول لنفسك بقى نهق يا حمار، يبقوا ثلاثه يبقوا ثلاثه انا نهق يا حمار. الله يهديك يا جدع، الله يهديك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت غير الظالمين. يا عم حفل عليه زي ما انتوا مش لاقيين. والله العظيم الزملكاويه مش لاقيين، مش عارفين يحفلوا على الاهلاويه، فبيقعدوا يشتموا. انت فاهم انت؟ اخر 22 سنه بقابلك 67 67 مره، انت كاسب لي سبعه وانا كاسبك الباقي وبتعدل يعني 37 مره وبتعدل الباقي، برغم الاحتواء والهري ده كله. فاهم انت قصدي؟ فمش عارف تحفل عليه. طب تشتمني انا اكسب تشتمني، ما اكسبش تشتمني. الله يهديكم. والله لو تبقى عشان نادي الاهلي او من عشان نادي الزمالك او من عشان نادي اسماعيلي الهبط. اشرب كركريه اشرب يقول لك لما تبقى عندك هبوط اشرب كركريه بيظبط الضغط هو بيرفعك للدوري ان شاء الله. الله يسامحني يا رب. الله يسامحني يا رب. ماشي اشترك في القناه لو انت على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب، يعني اشترك في القناه، ما تزعلش مني. بحفل حفل زي ما بحفل عليك.
بس هو نقوم تصلي بقى صلاه العصر وادعي لي كده بظهر الغيب ان ربنا كده يفك كرب، عشان انا في كرب صعب قوي طبعا. انا في الشغل بص، فما تقوليش الفوط كانت بره والحاجات دي كلها وانا مؤمن، لا انت لو شفت المنظر انا اوريك المنظر، المنظر اللي يعلم بالله ربنا. انا في الشغل يا عم الحاج، بص المنظر كويس، بص انت بص ده لسه فكره، لسه مظبط يا ابني. ده مكان يعني لسه مظبط يا، عايز حاجه في الجرابات لسه، وفي لسه شغل جاي. وده مش مخزن واحد، فالدنيا اساسا مبحثره يعني. هو مكان كده مش مكان يعني، فاهم انت، مكان شغل كده، فاهم انت. الدنيا ايه كل دي جرابات ولسه مظبط يعني، لسه مظبط، لسه مظبط يعني. فاهم انت، حتى حاطط تحت كرسي، فاهم انت قصدي يعني. لسه متظبط يعني، فيعني صلى على النبي في قلبك يعني. فاهم انت الفكره العامه. لسه مظبط. ادعي لي كده ربنا يكرمني ويكرمك ويرزقني ويرزقك. ولسه فيش كرتون لسه بظبط الدنيا يعني. بس وربنا يرزقني ويرزقك ويكرمني ويكرمك، وربنا يا رب يسعدكم سعاده يتعجب منها اهل السماوات واهل الارض. ماشي. مش عايش بشبك ولا حلويات من دمياط، احلى بلاد في الكون. سلام يا جماعه.